بالنسبه للكبار اللي عم يتعرضوا لتسمم غذائي بنتفاداها مثل ما قلنا، انه ما ناكل بمحلات ما بنوثق فيها، محلات ما عم بيوصل للكهرباء طيب 24 على الشوب، 24. الشوب مش بس الأكل، يعني الشوب أحيانا س- بيروحوا على البحر، مزبوط. بيتعرضوا ما هي لضربة بتختلط شمس. العوارض، مزبوط، بتختلط العوارض لانه الشوب بشكل عام بخلينا ينشف جسمنا اكثر من السوائل، بصير في ديهايدريشن، بنعرق اكثر، حتى بعض الاحيان صحيح. بنتنفس اكثر، بنخسر سوائل فولنتيرلي وان انفولنتري. فكتير احيان ما بنعوض هيدي السوائل وبتختلط العوارض بس يكون في اكل مش صحي، او حتى احيان بدون ما يكون متعرض لهذا الاكل مش صحي، بمجرد انه تعرض لشوب لشوب. بزياده 100% وما ونشف عم يشرب جسمه، مي. صح، ونشف جسمه من اها. من السوائل، بحس بعوارض قريبه. الإغماء فرضا، انتقلنا يمكن لموضوع تاني، بضربة الشمس. ضربة الشمس خبرنا هي عنها. هي هي كلها مرتبطة بديهايدريشن، يعني نقص السوائل بالجسم هو اللي عم بيسبب هذا بيغمى الشيء. sometimes، مزبوط. بيغيبوا عن مزبوط. الوعي. بسبب نقص السوائل، بسبب تعرض للحرارة المرتفعة خاصة من ضربة الشمس، نعم. بيسبب أحيانا هبوط بالضغط وبيسبب دوخة وغياب عن الوعي. وفي شيء كمان بيتسمى اسمه هيت ستروك، إذا إذا صار في تعرض للشمس مباشرة، يعني حدا مثلا نزل على البحر تعرض لفترة طويلة، من الأشياء اللي بتسببها الديهايدريشن، ولكن ممكن تسبب له كمان غياب عن الوعي. اها. اوكي. هلا حننتقل للانفلونزا المنتشرة حاليا، صح. وكثيرة.